اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم امين. اهلا وسهلا بحضراتكم في القناه. انا اسمي اسراء، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش. ويلا بينا ندخل النهارده فيديو مشتريات. يعني كل سنه وانتم طيبين يا رب. اللهم بلغنا رمضان يا رب. اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم امين. ايام قليله جدا بدأ العد التنازلي زي ما بيقولوا، ويهل علينا رمضان بايامه المباركه ونفحاته الجميله. ربنا يا رب يجعله رمضان مبارك علينا وعليك وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب. اللهم امين. ويرحم فيه جميع موتانا يا رب. اللهم ارحم جميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين. اللهم امين. يلا بينا بقى. يعني الاسعار قبل رمضان وفي رمضان بتبقى الناس بتستغل الشهر الكريم. يعني انا مش عارفه بصراحه ليه. يعني عايزه اقول لكم والله العظيم عن تجربه شخصيه، الناس بقت غريبه جدا في التعامل. ربنا يرحمنا يا رب. الواحد بيستغرب، بس الناس انتوا ليه كده مش اكتر. اللي هو يعني انت لما هتغشي مثلا، او ان انت لما هتسرق او هتغلي، هو ده اللي هيغنيك؟ ماشي، لما الواحد يبقى ليه احسن ما يبقى عليه. خلينا كده ندخل في النهارده اسعار الخضار ايه. زي ما انتوا شايفين الاسعار والمشتريات عند والدي، الله يرحمه يا رب ويغفر له ويجعله من اهل الجنه يا رب. اللهم امين. خلينا ندخل كده من اليمين. ربنا يجعلنا دايما من اهل اليمين يا رب. اخر مره كنت مصوره معاكم الليمون كان ب10 جنيه، وقلت لكم الحقوا هاتوا من دلوقتي وخزنوه علشان خاطر رمضان وعشان العيد. رمضان طبعا واللحوم والكلام ده كله، وعشان العيد الناس بتستغل جدا قبل العيد الصغير بالذات، علشان خاطر الرنجه والفسيخ والموالح اللي احنا بنجيبها والمخللات، فبيغلى جدا قبل العيد. فهاتوا من دلوقتي. هو دلوقتي انا اخر مره مصوره معاكم كان ب10، دلوقتي ب12 جنيه، وشكله هو اصفر كله وما شاء الله جميل جدا، حلو قوي قوي. هاتوه من دلوقتي وحطوه في الفريزر. والله العظيم اسمعوا، يعني نصيحة مني ليكم، هيغلى. وغير ان هو في الفريزر ما بيحصلوش اي حاجة، وبيفضل محافظ على ميته. زي ما قلت لكم انا بخزنه وبشيله زي ما هو وبطلعه اسيبه يفك براحته، او في الميكرويف 15 ثانية 30 ثانية ويطلع كأنه طازة بالظبط. في بعد كده بقى معايا الجزر دوت. بصراحة يا اما هنشيله علشان خاطر البرتقال بالجزر، اللي هو ده اكتر حاجتين بيحسسوني اكتر برمضان. حاجتين في الفطار، اللبن بالبلح والجزر بالبرتقال. الاتنين دول اكتر مشروبات بصراحة على الفطار كده بتحسسني برمضان قوي. يعني بحس فيها كده بروايح رمضان اكتر، لان دول اللي زمان كنا بنفطر عليهم زمان. يعني ربنا يا رب بقى يرجعنا الايام زمان دي، كانت احلى ايام اقسم بالله. الجزر ب6 جنيه ونص دوت، علشان خاطر زي ما قلت لكم هيتشال اللي هيتشال. وهخلي الباقي هيتعمل منه مثلا خضار او حاجه، او ممكن يشال كله. علشان خاطر البرتقال بالجزر بتاع رمضان. احنا فين؟ احنا خلاص باقي 14 يوم على رمضان. ربنا يا رب يهله علينا كده بالخير على الجميع ويفرجها على الجميع يا رب، ويرزق الجميع من حيث لا يحتسب يا رب العالمين. اللهم امين. في بعد كده الخيار. زي ما انتوا شايفين احنا معانا سمك، فطبعا طبيعي يكون في خيار وطماطم علشان خاطر السلطة. الخيار ب8 جنيه، ب8 جنيه تقريبا. علشان خاطر السلطة بقى والحركات ديت. الخيار ده البلدي الحلو، انا بعشق الخيار الصغنن دوت على فكرة، اللي هو بيبقى رفنع كده شوية، حلو قوي اكتر من الخيار التخين ده اللي بيبقى مبذر كله بذر ومش لطيف بصراحة، ما بحبوش. ده حلو جدا انا بحبه. تقريبا ب8 جنيه، ب8 جنيه. في بعد كده الطماطم هي دلوقتي يعتبر سعرها كويس. هي مش اللي هي الطماطم يعني. طماطم كانت اخر مرة سأل عليها كان الكيلو وربع ب10 جنيه. النهاردة الطماطم الكيلو ب5 جنيه، فهي حلوة قوي على فكرة وناشفة حلوة، تنفع ان هي تتخزن، تعمليها للسلطة، تعمليها صلصة اللي انت عايزاه. فالطماطم ب5 جنيه في السوق النهاردة. في بقى بعد كده السمك البلطي، يعني هو سعره اللهم لك الحمد على كل حال ب80 جنيه. اللهم لك الحمد. احنا عارفين ان كل حاجة مش لحوم بس، كل حاجة يعتبر غالية. اللهم لك الحمد يا رب. ربنا يرفع عنا الغلاء يا رب ويفرجها على الجميع ويرزق الجميع من حيث لا يحتسب يا رب العالمين. اللهم امين. فالسمك ب80 جنيه.
كيلو. في طبعا حزمة الجرجير الحزينة دي بجنيه علشان خاطر السلطة زي ما قلت لكم. في برضك الصابون دوت، يعني عارفين الفيديو متنوع بين خضار واسماك ومنظفات. دي ب8 ودي تقريبا ب6 تقريبا، والله مش فاكرة، بس دي ب8 ودي تقريبا ب6. ولتر الصابون ده ب5 جنيه. صابون مواعين، هو ده احنا ما جربناهوش، اول مره نجربه. احنا بنجيب من راجل كده اسمه رغوه، يمكن بيعدي في معظم الاماكن الشعبيه، بيعدي بعربيه كده، شركه الرغوه للمنظفات اللي هو بيقعد يقول كده دوت. ده بنجيب منه على طول، بس ده جايبينه من السوق. فكيلو ب5 جنيه او اللتر ب5 جنيه. والليفه، الليفه اللي احنا متربيين عليها. آه انا بصراحه متربيه عليها وما بستعملش غيرها عندي في البيت حتى. ب30 جنيه. كنت فاكره ان احنا بنجيبها ب5 وب10 وب8، ووقت ما بتبقى غاليه ب12. واوقات كتيره ما كنا بنسافر عندنا كان خاله بيزرعه وبناخده منه يعني لوف وكده. فاللهم لك الحمد. الليفه دي ب30 جنيه بس، حلوه يعني، كبيره كده وناشفه شويه وكويسه يعني. بس دي اسعار الخضار عندي النهارده، اسعار السمك النهارده عندي. عرفوني الاسعار عندكم عامله ايه، عرفوني الخضار عندكم والاسماك عامله اخبارها ايه. وكل سنه وانتم طيبين يا رب، ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب، ويرحم كل حد عنده عزيز توفى، ربنا يرحمه يا رب ويصبره، ويهل علينا رمضان كده بالنفحات الجميله وايامه المباركه يا رب، وما يبقاش واجع قلب حد على حد ابدا يا رب. اللهم امين. الفيديو خلص معانا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد على خير. مع السلامه.